ليه لما بتسمع صوت اللايت دي في كلمات زي water daughter بتحس ان هو R؟ وهل هو R فعلا؟ يلا نشوف. في البداية لازم تبقى فاهم امتى بننطق صوت اللايت دي اصلا، وده بيتم في حالتين: اما صوت التي او صوت الدي يقع بين صوتين متحركين. وركز على كلمة صوتين، ماليش دعوة بالحروف، القواعد كلها بتطبق على الأصوات مش الحروف. لو لقيت تي أو دي وقع بين صوتين متحركين، في الحالة دي بتحولهم لصوت اللايت دي، بس في شرط بسيط كده، إن التي والدي ما يكونوش في بداية مقطع صوتي مشدد. هبقى فهمهولك بعدين الكلام ده. بص على الكلمتين دول bottom daddy. أول كلمة التي وقعت ما بين صوتين متحركين short O وشوا، وعشان كده هنحول صوت التي لصوت اللايت دي. طيب التي لما بتتنطق بصوت اللايت دي بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها فلاب تي. يعني فلاب تي ده اسم التي لما تتنطق بصوت اللايت دي. طيب هل هي ار؟ لا طبعا، خليني انطقها لك ار وركز كده في النطق. بارم. هل انا قلت كده؟ لا طبعا، انا قلت ايه؟ بارم. امال ايه اللي انا سامعه ده؟ انت سامع صوت اللايت دي، وده مخرجه قريب جدا من مخرج الصوت بتاع صوت الر عندنا في اللغه العربيه، مع اختلاف بسيط هوضحه لك دلوقتي. يبقى هو ملوش علاقه بالار الامريكيه، هو ليه علاقه بالر العربيه. انت بتنطق صوت الر ازاي؟ طرف لسانك بيلمس سقف بقك من بعد اسنانك كده وتقول رر. انا عايزك بقى لسانك يلمس سقف بقك مره واحده بس، وبدل ما تقول ر هتقول د الخفيفه د، فتبقى bottom مش bottom. ملهاش علاقه بالار، انت سامع حاجه شبه الر العربي. ركز بقى في الكلمه الثانيه بتنطق daddy. لو خدت بالك هتلاقيني نطقت الدي الاولى قويه وواضحه قوي. ليه؟ عشان هي ما وقعتش ما بين صوتين متحركين، فمش هتتنطق لايت دي. انما الدي الثانيه وقعت ما بين صوتين متحركين short A و long E، وبالتالي هتتحول لصوت اللايت دي وتقول daddy. عارف انت كلمه داري داري يا قلبي؟ ره واضحه اهي، بس حول الره لدال خفيفه داري. بس كده. الفيديو ده اجابه على سؤال احد المتابعين. لو عندك اي سؤال اكتبه في كومنت وانا هجاوبك عليه. سجل بياناتك تحت واحنا هنتواصل معاك ونبعت لك محاضره مجانيه مدتها ساعه بتوريك تطبيق عملي لكل الخطوات اللي انا قلت لك عليها دي، عشان تشوف احنا هنخليك تتكلم انجليزي بطلاقه ازاي. وكمان بنبعت لك PDF مجاني عشان تشوف المحتوى المتميز اللي انت بتستلمه.